تعال اما اعرفك عن شوية معلومات عن الدكتور مجدي يعقوب. اول مرة تسمع عنه. اتولد الدكتور مجدي يعقوب سنة 1935، وطبعا العالم كله عارف مين هو الدكتور مجدي يعقوب، بس بقى في معلومة سرية عنه. بس قبل ما اقولها لك يا ريت لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة. الدكتور المصري مجدي يعقوب ابن محافظة اسوان بمصر، اعظم جراح قلب في تاريخ البشرية. لكن سنة 1991 الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا هبت اللي هي تمنحه لقب سير، وده لقب تشريفي ومعناه الفارس. لكن هناك القانون بيفرض اللي حامل اللقب ده لازم يكون بريطاني الجنسية، فعرضوا على الدكتور مجدي ان هو يتخلى عن الجنسية المصرية ومنحه الجنسية البريطانية فورا، الا انه رفض التخلي عن الجنسية المصرية مهما حصل. فاضطرت بريطانيا اللي هي تغير القانون اللي هو عمره 300 سنة، وبالفعل تم تغيير القانون واصبح ان هو اول شخص في التاريخ يحصل على اللقب ده من خارج المملكة البريطانية. عشان بس تعرفوا مصر عظيمة قد ايه. ما تنساش بقى تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين وتدعمني بلايك.